السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كنتمنى تكون اموركم كامله مزيانه. خوتي اليوم جيت نحكي لكم شي امور في القضيه ديال التهامي بناني، القضيه المشهوره اللي مازال لحد الان مفتوحه من سنه 2007 الى سنه 2023. دابا غادي نحكي لكم الاقوال ديال المتهمين وشنو قالوا وشنو وقع في هذيك الليله ديال الاختفاء ديال التهامي. ومهم هادشي اللي قالوا هما. بقاو معايا خوتي حتى الاخر باش تعرفوا شنو وقع. اللي مابوني في لاشين مرحبا به، يشرفنا تخلي لينا كومونتير تحت، واللي ما مشاركش مرحبا به يشترك وبارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالو مع اي واحد كيعرفو باش نكبروا العائله ديال عمر الوهابي. في ليلة اختفاء تامي بناني طلب من الأصدقاء ديالو، من الصديق ديالو اللي تلاقى معاهم وركب معاهم في السيارة، طلب منهم يديو الكاسة. وفي هذاك النهار كانت عنده 600 درهم. إيه، ركبوا مشاو الكاسة، مشاو عند واحد كيبيع ليكستازي، خدا من عنده 20 حبة ديال ليكستازي. هذه أقوال ديال المتهمين، 20 حبة ديال ليكستازي. تامي خدا حبوب ديال ليكستازي ووصل لواحد الحالة هستيرية. رجعوا للمحمدية، تلاقاو مع ديك البنت اللي كانوا كيقولوا عندها حفلة ديال عيد الميلاد في هذاك النهار ديال يوم الاختفاء، وداو شي دراري اخرين ركبوا مع بعضياتهم. البنت هي اللي ما بغاش تركب، قالت لهم وصلوني لدارنا. مشاو وصلوه، ركبوه هما ومشاو للبحر ديال مونيكا في مدينة المحمدية. رجعوا من كازا للمحمدية. تامي خدا الحبوب كثر من القياس ولا بواحد الحالة ديال الهستيريا، ولا كيغوات ولا بزاف ديال الحوايج. هادشي كيقولوا هما. مع ديك الخمسة وربعة بحال هكاك رجعوا حدا دوزهم حدا الدار ديال تامي، شافوا خوه شير عليه من الطوموبيله، وبان الخو بانه كان في واحد الحاله هستيريا، انه كيغوت مع بواحد الطريقه اللي ماشي طبيعيه. والو طلعوا في الطوموبيله باش يجيبوا دوره التهامي، تزادوا في الموسيقى على جهدها باش التهامي يتكالم شويه. والو مبغاش يتكالم، قرروا يمشيو للدار البيضاء لكازابلانكا. واحد من الاصدقاء ديالهم قال لهم نزلوني وبقى يرجع في حاله، وبقاو غير هما تهامي وجوج ديال صحاب. هادشي اللي كيقولوا. ركبوا تما غادي للكاسا، زادوا عاوتاني في الموسيقى السرعه. غاديين كيضحكوا باش ينسيو التهامي. والو التهامي وصل لواحد الحاله ديال الغوت، وكيغوت بزاف، وواصل لواحد الحاله هستيريا. وصلوا لسيدي رحال وقرروا يباتوا تماك الليل، وقرروا يباتوا تماك، ما بغاوش يرجعوا في هذيك الحاله. لكن نزلوا شويه حدا غابة واد مرزق، نزلوا يقضيو الحاجه ديالهم. ماذا بهم انهم كيرجعوا كيلقاو ان التهامي بحال وصل لواحد الحاله ديال الغيبوبه. تخلع واحد فيهم، تخلع كيعيط على صاحبه، الاخر كيقول لي اجي تشوف التهامي راه واحد الحاله خايبه وراه سخفان. وفعلا شافوا معاه كيقعدوا كيبان لهم سخفان، مكشكش الكشاكش خرجوا ليه وهما يخليوه. خافوا بزاف، ما عرفوا ما يديروا، حطوه من الطوموبيله وخلاوه تماك في الغابه ديال ود المرسك. وركبوا في الطوموبيل وتموا راجعين بحال. ومع 11 و3 دقائق بالضبط الليله الموعوده، ليله الاختفاء، واحد فيهم عيط لصاحبهم اللي رجع وما مشاش معاهم، وحكى ليه الموضوع وقال ليه تهامي ها وقع ليه راه سخف لينا وكشكش بزاف وخليناه في الغابه ديال واد مرسك. وهذا هو الاتصال اللي مبلبلها بزاف، والاتصال اللي خلى الشرطه تشك فيهم ويتشدوا. هو هذا الاتصال هذا. حقيقة ما سمعوش شنو داز في المكالمة، حيت صعيب تعرف شنو داز في المكالمة، ولكن هذا هو الاتصال اللي كان بيناتهم وبين الصديق ديالهم باش عرفوا بأن
الشرطه عرفت الموقع ديالهم فين بالضبط كان في هذاك النهار، وعرفوا بانهم كانوا في غابه واد مرزك، هي اللي لقاو فيها الجثه في هذاك اليوم. يعني هذوك الاصدقاء بجوج كانوا هذاك النهار تماك فين لقاو الجثه وبالضبط في الوقت. فهذا هو الخبره ديال الاتصالات هي اللي خلات هذه المعلومه تفيد شويه الشرطه القضائيه. الدراري كاملين كيقولوا هذه هي القصه الحقيقيه اللي كانوا معاه في ذاك النهار. وحتى البنت مشات شهدت وقالت بانه ما كانش هذاك النهار كاع عندها عيد الميلاد، وكيقولوا انهم ما كانوش كيقراو مع بعضياتهم، غير تعرفوا على بعضياتهم. و احد المتهمين نهار غادي يتشد غيقول لبابا، غيقول ليه انا ارتحيت بزاف حيت خرجت السر ديال المعاناة ديال 12 سنة من بعد الاعتقال. هادشي اللي قال زعما راه ارتاح، خرج شنو كان حاط ليه الغمة على القلب ديالو. هادشي كامل اقوال ديال المتهمين. وفي شهر 9 2019 تشدوا المتهمين، واحد المتهمين بواحد تصدم بزاف حيت ولدو ما كانش كيتسناه يدير هادشي كامل، وداكشي اللي حكى صدم فيه باباه. وهو بسبب ديال الشدان ديالهم كيف ما قلت لكم، الخبره ديال الهواتف هي اللي حددت الموقع ديالهم، انهم كانوا هذاك النهار في هذاك الموقع اللي لقاو فيه الجثه في سنه 2007 بالضبط. غاديين يلقاو الجثه في واد مرزك. والاخ ديال تامي شاف هذيك الجثه واكد ان هادوك هما الملابس اللي كان خارج بهم المتهمين يوم الاختفاء ديالو. لكن اين الجثه باش تعاود الخبره ديال الاد دي ان، باش يشوفوا المطابقه ديال الاد دي ان، اين هي الجثه باش غادي يتعاود هادشي كامل. ومن تلقات الجثة تسلمات المحافظ ودفنات في مقبرة الرحمة مع بزاف ديال الجثث المجهولات مجهولة الهوية. وفي سنة 2019 القاضي حكم بالخبرة على الجثة 440 الموجودة في القبر. 440، لكن عند فتح هذا القبر وجبدوا الجثة اللي كاينة في هذا القبر، هذا دار الخبرة ديال الاد دي ان وغادا تخرج غير مطابقة على مواصفات ديال الجثه اللي لقاو في 2007 اللي منطبقه على المواصفات ديال التهامي بناني. تصنت لي دابا البلان، دابا الجثه اللي جبدوها في 2019 ماشي هي الجثه اللي لقاو في 2007. هادشي اكداتو الخبره ديال الاد دي ان. ايوا وتقدموا المتهمين بهذه التهمه اللي هي تغرير بقاصر، عدم مساعدة شخص في حالة خطرة، وإهانة القضاء، وبزاف ديال، ومن أهمها هي إخفاء الجثة. تقدموا المتهمين بهذه الأدلة، ومن بعد القاضي غادي يحكم بالقتل العمد والتخلص من صديقهما الذي هلك بسبب تناول جرعة زائدة في الحبوب المهلوسة وعدم المساعدة ديالو. وفي سنة 2007 التشريح أثبت أنه تم تحلل الأعضاء ليس الاستئصال. شنو كيعني هادشي؟ كيعني أنه ما استأصلوش الأعضاء ديالو، تحلوا. يعني الجثة لو بقات واحد المدة طويلة بوحدها كتحلل. والرأس، المعلومة الغريبة هو أن الرأس وجد في هذيك الجثة مفصول عن الجثة، الرأس مفصول عن الجثة. والتشريح كيثبت بأن الرأس ممكن يتفصل عن الجثة إلا بقات مدة طويلة خارج المستودعات ديال التشريح. كيتم الانحلال، وهذيك المنطقة اللي كاينة ما بين الرأس وما بين الجثة انحلت، والرأس كيتفصل عن الجثة. الاب ديال احد المتهمين كيقول الولاد ما كانش عليهم يديروا هذا الشيء، وانا مصدوم من هذا الشيء.
وكان عليهم ملي وصل لهذيك الحاله الهستيريه يديو للسبيطار، وما قدروش يديو للسبيطار، يعيطوا لوالديه، يعيطوا لينا حنا اللي والديهم ونعاونوهم يديو للسبيطار، وما كناش غادي نوصلوا هذا الشيء. حتى انا ضد هذا الشيء اللي داروا الدراري. وحتى الولد اللي ما مشاش معاهم ونزل كيقول كون غير داو للسبيطار، ما وصلناش لهذه الحاله. الى هنا كتنتهي القصه ديال اليوم. كنتمنى الفيديو يعجبكم وتبارطاجيوه مع اصحابكم. كان معكم عمر الوهابي، الى قصه قادمه ان شاء الله، ومازال كان الخير.